كل اللي اتجوزوا غلط ما كانوش فاهمين ان الجواز مش اختيار شخص، الجواز اختيار اصل، اختيار نسب، بيت، تربية، بيئة كاملة. الناس بتتجوز عشان الحب وبتنسى ان اللي هيعيش ولادها مش الحب، اللي هيعيشهم النسب الصح، النسب اللي هم اختاروه بعناية وبتفكير. قبل ما تناسب لازم تحاسب، والا هتبني بيت يعني جواه قنبلة اختلافات وقنبلة صراعات. احنا بنشوف كل يوم بيوت بتقع، مش عشان الزوجين وحشين على فكرة، لكن مش عشان برضه هما مش متفقين او اي شيء من هذا القبيل، لا خالص. هم علشان مش شبه بعض، هم مش شبه بعض كليا، يعني تفكير غير التفكير، قيم غير القيم، تربيه غير التربيه، اسره غير الاسره تماما. يعني هو من اسره وهي من اسره ثانيه خالص. الراجل اللي طالع من بيت فيه احترام هيتجنن لو اتجوز واحده شايفه ان الصوت العالي ده عادي، تمام. والست اللي طالعه من بيت متدين هتتعب جدا جدا مع زوج شايف ان الصلاه دي عاده مش عباده، يعني تمام. والعكس صحيح يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في خصوص القصه دي، قال وتخيروا لنطفكم. يعني ايه لنطفكم او لنطفكم؟ معناه فكر وقارن واختار. لان الجواز مش صوره حلوه بس، يعني الجواز ده شراكه عمر، شراكه ولاد، شراكه مصير. اللي بيشبهك هيفهم طريقه كلامك هيناسبك وهيناسب اسلوبك وهيناسب بيتك واهلك وتربيتك، مش لانك احسن وهو اوحش من الكلام ده، لا لا لا، لكن لانكم على نفس الارضيه. يعني انتوا الاثنين فاهمين بعض، انتوا الاثنين عارفين تتكلموا لغه بعض بمعنى اصح. اختلاف بسيط ممكن يتعالج على فكره، لكن اختلاف جذري بينك وبينه او بينك وبين الشريك بيولد صدمات طول العمر، مشاكل ووجع قلب طول العمر. افتكر دايما انت مش بتختار شخص، انت بتختار بيئته واهله وطريقتهم وقيمهم وتفكيرهم ودينهم وكل شيء. شكل التربيه حتى اللي هم شافوها هي اللي هيبقى مع اولادك للاسف، يعني هم اللي هيشوفها اولادك بمعاشرتهم. فالجواز مش علاقه بين اثنين وخلاص، الجواز ده علاقه بين بيتين، بيت هنا وبيت هنا، اسره هنا واسره هنا، عيله هنا وعيله هنا، مش بس بين شخصين بياخدوا بعض من بيتين مختلفين. خلينا نقول امثله كده بسيطه عشان تتخيل معايا الموضوع. يعني واحده اتجوزت مثلا من بيت كله مشاكل وصوت عالي، هي شايفه ان ده طبيعي بس هو شايف ان ده كارثه بالنسبه له. واحد اتجوز بنت بيتها كله ما فيش فيه حلال وحرام، هم عندهم الموضوع ده يعني عادي يعني. بس هو يعني عاوز بيته على المبادئ، بس هي عايزه بيتها على المزاج، يعني على حسب ما تجيلها كيفها وشهوتها ومزاجها. فطبعا دي مشكله كبيره ومش هيتفقوا مع بعض. واحده اتجوزت راجل شايف ان الرجوله صوت وفرض سيطره، وهي اتربت على الاحترام والحوار والرقي. ففي الاخر يعني كلهم هيكتشفوا ان الاختلاف ده حاجه مش لطيفه خالص. يعني الاختلاف ده فجوه كبيره ما بينهم بتكبر مع مرور الوقت ومع مرور الزمن. الاختلاف حقيقي ممكن يبقى معاناه بينهم وبين بعض.